الشيعي هو الكائن الوحيد في هذا الكوكب الذي يبدأ كلامه باللعن. اللهم لعن، لعنة الله. طيب لماذا تلعن من البداية ثم تلعن من؟ العن قاتل الحسين. طيب من قتله؟ أهل السنة. طيب يلا نقول بأن أهل السنة قتلوا الحسين. في دينك أنت أليس الحسين يعلم الغيب وما كان وما سيكون؟ فإذا خرج الحسين لكربلاء لطلب الخلافة بطل علمه للغيب وكذلك عصمته لأنه مات دونها، وإن كان يعلم الغيب وخرج فقد قتل نفسه. ثم تقولون بأنه خرج مع النساء والأطفال وتبدأون باللطم، لكن هو يعلم الغيب، إذن هو من قتلهم لأنه أخذهم لحتفهم وهو يعلم. وأيضا إذا كان موت الحسين رضي الله عنه صلاح للإسلام فلماذا تلطمون على صلاح الإسلام؟ وإذا كان موته مفسدة للإسلام فلماذا تحتفلون بمفسدة الإسلام وتقيمون الولائم؟ ثم أنا عندي سؤال، من هذا الكائن غير إبليس طبعا الذي يحزن ويلطم على استشهاد الحسين وذهابه للجنة ويفرح لو أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ غير إبليس. من هو يا ترى من هو؟ وألستم تقولون بأن الخلافة عهد من الله والله قال لا ينال عهد الظالمين؟ فها هو العهد قد ناله يزيد ولم ينله الحسين. سوف تقولون هذه الخلافة الدنيوية ينالها حتى الكافر. طيب لماذا كفرتم الصحابة؟ لأنهم اغتصبوا الخلافة بزعمكم، فهم اغتصبوا خلافة إبليس عندكم، فما دخلكم أنتم؟ هو بصراحة يا شيعة وبيني وبينكم يعني أنتم لا تملكون رواية واحدة عن الحسين رضي الله عنه، ولا أخذتم منه دين ولا عقيدة ولا حتى حكم الاستنجاء أعز الله المسلمين. أنتم عاجبكم فقط تلك الولائم المقززة التي لا تأكل فيها حتى الضباع ويستفيد منها الردود والزحف واللطم والعالم يضحك عليكم. ثم خذ معلومة أخيرة، قاتل الحسين هو وسيفه خاضعون للإمامة التكوينية وكل ذرة فيهم تخضع للحسين. إذن الحسين ضرب نفسه بإرادته، فما علاقة أهل السنة بالموضوع؟